النهارده احنا هنعمل مع بعض الجمبري اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الجمبري المسلوق او الجمبري اللي هو الصينيه، حاجه كده تحفه والطعم جبار. لازم طبعا كلنا نجربها عشان نقدر ان احنا ناخد الفوائد الجمبري كلها في الخلطه الموجوده معانا دي. جمبري يا جماعه لما بيتقلي معانا فوائده كلها بتروح. وانا مطبخ شوشو، ويا ريت تتابعي معايا الفيديو للاخر عشان اقدم لك بقى الوصفه الجباره بتاعتنا دي. لازم نشوفها كلنا مع بعض. وعايزه اقول لك حبه الشوربه اللي انت شايفاهم دول حاجه كده فوسفور، حاجه يعني بتخليكي تنوري، طعمها هايل جدا. يا ريت تتابعي معايا بقى الفيديو وانا هوريكي الرز الاصفر الجميل دوت. يعني كانت اكله كده مميزه شويه، بنعملها حوالي يعني مره في الشهر عشان ما بقاش بس ان انا بعفور عليكم. لازم طبعا عشان الجمبري ليه فوائد كتير جدا، والطريقه ديت فوائده بتفضل جواه. انا هنا جبت كيلو من الجمبري، وابتديت بقى ان انا غسلته كويس قوي وصفيته. وطبعا بيبقى فيه شنيبه كده قصيتها بالمقص. وهنا بقى ده توم انا كنت دقاه وفلفل احمر، ولازم طبعا تصفيه كويس. وجبت هنا ربع كوبايه خل وربع كوبايه ليمون، ومعلقه شطه ومعلقه كمون ومعلقه ملح. ابتديت بقى نقلب المكونات دي كلها ببعض. ان الطبق ده انا هشتغل منه كل حاجه، هتبل منه الجمبري وهتبل منه معايا سلطه الطحينه احط منها عليها، وهعمل منه الرز وهينفعني في حاجات كتير قوي. انا هنا لازم اتبل الجمبري واسيبه شويه قيمه ايه ساعه. حطيت عليه كزبره خضراء، ليمون حلقات، بصل حلقات، فلفل بقى الوان، فلفل احنا هنا طبعا دمجت من الفلفل الرومي والفلفل الحراق. وهنا طماطم حطيتها معايا حلقات، وابتديت بقى ان انا ادخل المكونات دي كلها جوه بعضها زي ما انتوا شايفين كده. ويا ريت تسيبوا الخلطه دي معاكم مش اقل من ساعه او ساعه ونص. وانزلي بقى كلها عليها كده اهوت في الصينيه. هو ده بقى الجمبري الجميل اللي احنا بنقول عليه. قلبي بقى كويس قوي. انا قلبت كل المكونات اهي، دخلتها كلها جوه بعضها كويس. الريحه كانت جباره. جربي الوصفة بالطريقة دي واكتبي لي في الكومنتات، وانا هنتظر منك التعليق الحلو عشان انا اعرف الطريقة دي هتعجبكم قد ايه. وهنا ضفت تاني معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة تاني من الدقة اللي انا عاملاها، وشوية من الزيت. هو ده الجمبري بكل تفاصيله، ما بياخدش يا جماعة ربع ساعة سوا على البوتاجاز. انا هنا حطيته، ضفت له كوبايه ميه صغيره وحطيت عليه البوتاجاز. هنا بقى الرز بتاعنا قطعت بصلايه وسبتها تدبل شويه، معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه قرفه على جنزبيل زي ما انتوا شايفين كده، معلقه كركم. يا جماعه الكركم دوت بيدي لون للرز جامد جدا. تمام. وهنا انا حطيت معايا قرفه خشب ومعلقه من التوم على الرز اللي هو الخلطه اللي هي التوم اللي انا عاملاه ده. وانزلوا بقى عليها بالرز بقى وابتدوا بقى شوحوا شويه كده. ده الرز ده مش هتدوقوا اطعم منه. ولو عملتيه بنفس التركات اللي انا عملتها دي هتاكلي رز المحلات العاليه جدا، مش المحلات العاديه. بيبقى رز تحفه. ولازم ميه تكون سخنه بتغلي ومعلقه الملح بتاعتك، وانزلي بقى عليها بالميه على طول السخنه وسيبيه بقى شويه بعد ما يتشوح شويه كده. شايفين بقى شكل الجمبري. انا ضفت له كوبايه ميه بس عشان الشوربه اللي بتنزل دي يا جماعه هي الفوائد بتاعه الجمبري. لما بيتحط على الرز كده بقى الشوربه دي وتقطعي الجمبري بيبقى كلام تاني خالص. لازم تجربي وتقولي لي في الكومنتات ايه رايكم في الاكله الحلوه دي. تمام. هنا بقى انا خلاص يعتبر انا خلصت الاكله بتاعتنا. وده بقى كان شكلها خلاص بعد ما خلصت، كانت جباره يا جماعه. وخلاص بقى الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى اكون انا عجبتكم. لايك بتاعك الحلو والشير.